النهاردة يوم ما كانش لطيف. الحمد لله. كان في حاجتين مهمين في اليوم ده محتاج أعملهم. كان عندي فاينل، آخر مادة إن شاء الله تكون آخر مادة في الكلية كلها. فكان المفروض إني أذاكر وألم المادة وأروح الامتحان وأخلص منها، لكن ما قدرتش ألم المادة 100%. رحت الامتحان كان صعب جدا. يعني إن شاء الله خير، إن شاء الله نعدي يعني. زائد إني كنت بعمل فلوج من يوم، كنت بوثق الموضوع من أول المذاكرة لآخر الامتحان، لأن ده يعني نظن إن شاء الله يكون آخر امتحان في الكلية، فكان شيء مهم يعني إن أوثقه، وكان ممكن يكون برضو فلوج حلو. اللي خلى اليوم مش حلو أكتر هو السبب في الفلوج. خلاص يعني صورت مقاطع كتير قوي في المشوار وأنا رايح وأنا جاي وأنا في الكلية وهكذا، وكنت مصور برضو قبلها بيوم. فلما روحت وبشوف الفيديوهات اللي متصورة ملقتش غير 5 فيديوهات. أنا مصور مش أقل من 10 مقاطع، فلقيت آخر 5 فيديوهات. مش عارف ايه اللي حصل للتليفون. أنا بصور بالتليفون، فمش عارف ايه اللي حصل، اللي هو مسح الفيديوهات اللي كانت موجودة واحتفظ بس بال5 فيديوهات الأخيرة. القصة آخر 5 فيديوهات ما فيهمش حاجات كتيرة، ما فيهمش القصة من أولها خالص. فالفلوج باظ، القصة باظت. فده بوظ اليوم أكتر. لكن لوهلة فكرت إن الفيديو اللي أنا صورتها دي كلها والفلوج اللي أنا هعمله وهمنتجه وهبذل وقت ومجهود فيه، ما ممكن كان يكون هبذل مجهود جامد فيه وفي الآخر ما يكونش فيه عائد كبير يساوي المجهود اللي أنا عملته في الفيديو ده. فده ظني بربنا إن الفيديوهات دي ضاعت، أو الموضوع مكملش زي ما أنا مخطط له، لأن أكيد في خير. هو بقدر إن الفيديو ده ما يتعملش، فأكيد في خير. فأنا بحاول أستنبط الفكرة أو الحكمة من الموضوع ده، إن هو ليه الفيديوهات تضيع مني. اللي هي كمان ضاعت بطريقة غريبة جدا. هو راحت فين يعني؟ ما عملتلهاش ديليت خالص. نزلت تطبيق وحاولت اعمل ريستور للفايلز اللي ممسوحة، برضه مش لاقيها. يعني هو التطبيق رجع لي كل الفيديوهات والصور اللي انا مسحتها قبل النهاردة، لكن اي حاجة اتصورت النهاردة مش قادر يرجعها. فده كان شيء غريب. فيعني ان شاء الله الموضوع يكون بسيط. فعلا ان شاء الله الحكمة في الموضوع ده اللي هي خير. المجهود اللي انا كنت هبذله في الفيديوهات او في المونتاج ما كانش هيساوي العائد اللي هيرجع من الفيديو. فالحمد لله. وبالنسبة للامتحان، هو جه صعب وانا ما اديتش حلو فيه، فبرضه نحسن الظن بربنا. ان شاء الله يكون الموضوع خير يعني. ان شاء الله الموضوع يعدي وننجح يعني. واذا ما كانش في نصيب في النجاح في المادة ديت، فالموضوع خير، كله خير يعني. احنا كل اللي علينا بس اللي احنا نحسن الظن بربنا، وان شاء الله كله حلو. لكن الحاجة الوحيدة الحلوة في اليوم واللي مخليها الواحد مش متضايق عن اي حاجة، النهاردة 19/1 يوم وقف اطلاق النار في غزة. الحمد لله غزة انتصرت. والنهاردة يعتبر إعلان النصر، والمشاهد اللي شفناها بتاع تسليم الأسرى والكلام ده كله والمجاهدين، الصور بتاعتهم والفيديوهات اللي طلعوا فيها، فده شيء مفرح الواحد ومخليه يعني مش متضايق من أي حاجة حصلت. فالحمد لله. فالحمد لله على كل شيء. أو بصراحة كنت حابب إن أعمل الفلوج ده لأن فيه حركة كتير ومشاهد كتير. بس إن شاء الله يعني يتعوض مرة تانية، ويكون تصوير أحسن طبعا، ويطلع أحسن من اللي أنا كنت متخيل إن أقدر أطلعه المرة اللي فاتت. بس كنت محتاج أشارك معاكم الموضوع وأقول شوية الكلام ده. مش عارف أصلا حد مهتم يسمعه ولا لأ. بس ده كل شيء. السلام عليكم.